باشا مراتي رافضه تخدم امي، مش عارف اعمل معاهم ايه. اولا هي خدمه امك او خدمتك انت شخصيا شرعا مش على الزوجه، انما جعلت المراه للفراش. فانا لما اخلي مراتي تخدم امي هخليها بالطريقه مش بالامر، مش هامرها، مش هضربها عشان تخدم امي، لان خدمه امي واجبه عليا انا. انا اللي هدلل امي وانا اللي احنن عليها وانا اللي اخدمها وانا اللي اجيب لها انا اللي اخدم امي، اختي اللي تخدم امي. لكن كزوجتي بطريقتي انا بقى، بحنيتي انا بقى، بان انا احببها في امي، بان انا اخليها دي امها التانيه، بان انا احب اهلها فهي تحب اهلي تخدمهم، بان انا اديها مكانتها ووضعها تقوم هي تدي وهي حابه وهي فرحانه. انما لو ضغطت وامرت، لا، رفضك، طلبك مرفوض. اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. فانت دلوقتي خدمه امك واجبه عليك. طبعا عاوز مراتي هي اللي تخدم، اخلي مراتي احطها في عينيا عشان مراتي تبقى عاوزه تجيب لي حته من السماء تديها ليا ولاهلي. فانت بحنيتك هتخلي مراتك تخدم امك.